دي كل اللعيبه اللي هتمشي من الاهلي في الصيف اللي جاي ده. منهم اكتر حاجه زعلتني بصراحه معلول، واكتر حاجه فرحتني خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد بصراحه يعني. يحيى عطيه الله خلاص اتصاب، ويعني كولر مش شايفه بالقوه اللازمه، انت فاهمني، وهيشوف له بديل. فانا بالنسبه لي يا جدعان اللعيبه اللي مشى ديت كلهم عادي جدا ما عدا عمر الساعي وعلي معلول. عمر الساعي يا جدعان بالنسبه لي موهبه جت كولر موتها، وبرده الولد برده ما بيشتغلش على نفسه. فتقريبا عمر الساعي الوحيد فيهم اللي هيطلع اعاره، يعني اعاره وبعد كده هيرجع. الباقي كله هيبقى بيع رسمي. منهم بقى يا جدعان كريستو ده يا جدعان كان طالع اعاره، وانا كنت متوقع جدا ومتفائل بيه ان هو هيطلع اعاره وبعد كده هيرجع فورمه وهيبقى جامد وهيفيدني من افضل مواهب تونس. ولكن كولر دمره برضه، يعني انت فاهمني. اللاعب كان بيلعب فردي شويه وكل حاجه، بس كولر ما عرفش يظبطه، دمره. قعد هنا لحد ما فخاده بقت عامله زي البطه البلدي، كان بياكل بط ووز، انت فاهمني. واول ما مشي عندنا كان الواد بكرش يا عينه بفخاد، راح هناك مش عارف يلعب، مش عارف يرجع لمستواه، مش عارف يبقى فورمه. فديت يا جدعان قائمه الراحلين عن الاهلي: خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وعمر الساعي وعلي معلول ويحيى عطية الله وكريستو. دول الناس يا جدعان اللي هيمشوا من، واكرم توفيق كمان. دول الناس اللي هيمشوا من النادي الاهلي. انا مش فارق معايا حد خالص غير معلول وعمر الساعي. اتمنى ان علي معلول يا جدعان يطلع اعاره وبعد كده يرجع لنا يعتزل في النادي، عمر الساعي يطلع اعاره وبعد كده يرجع لنا فورمه يفيدنا تاني. انما الباقي ده كله رقش، ارمي اردم بقى، انت فاهمني. فدي اللعيبه اللي ماشيه من الاهلي الصيف اللي جاي ده. واخر كلمه انا عايز اقولها: اقسم بالله هتوحشني يا معلول، يا اسطوره الجيل، يا وزير السعاده، يا افضل محترف دخل في تاريخ الكره المصريه.